لو بتحبوا الفطير المشلتت وجربتوا تعملوه في البيت وطلع معاكم مش مظبوط، انا هقول لكم على اسهل طريقة تعملوا بيها فطير مشلتت مورق وطري وريحته بجد هتملى البيت. شايفين اللون والتوريقة عاملة ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنعمل الفطير العسل ده. هنجيب كيلو دقيق، هنحط عليه معلقة كبيرة ملح ومعلقة كبيرة سكر ونقلبهم مع بعض، وبعد كده هننزل بمية من الحنفية. كيلو الدقيق هياخد معانا 2.5 كوباية مية بالظبط. في الصيف بنعجن بمية من الحنفية، في الشتاء بنعجن بمية دافية دفى بسيط جدا. وسر الفطير في مدة العجن، كل ما نعجن العجينة كويس وتطلع معانا ناعمة كل ما يبقى الفرد معانا اسهل. بنعجنها تقريبا لمدة 10 دقايق لحد ما تبقى معانا العجينة طرية بتلزق خفيف في ايدينا. هندهن طبق بمسحة زيت خفيفة جدا ونحطها جواه ونغطيها ونسيبها ترتاح ربع ساعة. بعد الربع ساعة أنا من كيلو الدقيق ده عايزة أطلع 3 فطاير، كل فطيرة هعملها 5 رقات، فهقسم العجينة دي ل15 كورة قد بعض، كل فطيرة هتاخد مني 5 كور، ونغطيها ونسيبها ترتاح 10 دقايق كمان. هندهن المفرش بمسحة زيت وناخد أول كورة نفردها بإيدينا كده، مش محتاجة نشابة ولا حاجة، ونهوي العجينة من الأطراف بالشكل ده علشان العجينة ترق معانا ويبقى طبقة العجين خفيفة. شايفين سهلة ازاي؟ والله مفيش أبسط من كده. هنرش بقى رشة كده من الزبدة السايحة، ممكن زبدة على زيت وممكن سمنة على زيت، بس طبعا الزبدة هي اللي بتدي الريحة والطعم الخطير للفطير. ونطبق العجينة على بعضها كده، وكده عملنا أول طبقة. هنفرد كرة تانية من العجين بنفس الطريقة، وطبعا هنرش عليها رشة زبدة، وقبل ما نطبقها هنحط طبقة العجين اللي احنا طبقناها قبلها وركناها، ونطبق الاتنين على بعض. بنكرر الخطوة دي لحد ما نخلص 5 كور من العجين، بنعملهم طبقة جوه طبقة. دي كده معايا آخر كورة من العجين فردتها ولميت فيها الفطيرة. هنحطها في صينية مدهونة بالزبدة ونحط عليها معلقتين زبدة كده من فوق، ونضغط على الفطيرة لحد ما نفردها وتملى الصينية، وندخلها فرن سخن على أعلى درجة حرارة. الفرن شغال فوق وتحت، بتقعد تقريبا من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير. أول ما يطلع من الفرن لازم يتغطى ربع ساعة كمان عشان يفضل طري وما ينشفش. وهو ده الفطير اللي معمول بحب بجد زي بتاع زمان. جربوه وقولوا لي رأيكم، وقولوا لي بتحبوا أكتر الفطير المشلتت بالزبدة ولا بتحبوا الفطير الجاهز بتاع الفرن.